عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بداية الأسبوع ال15. المقاولين قال لك وسع يا جدع، هنطلع المركز الرابع وأجيب النادي الزمالك تحتية. كان بيلعب نادي الداخلية. الداخلية جاب جون الشوط الأول، ثم اتطرد لاعب منه، ثم الشوط التاني اتطرد لاعب تاني، فالعملية اتصعبت على الداخلية. المقاولين قدر يحرز الهدف الأول عشان يتعادل، والهدف التاني في الدقيقة 95 عشان يفوز بالمباراة ويحتل المركز الرابع ولو مؤقتا، بس هو موجود في المربع الذهبي. وزي ما قلنا المقاولين عامل طفرة، كابتن شوقي غريب بصراحة مع المقاولين. ثم المباراة التانية والكارثة النادي الإسماعيلي، والكابتن ميدو أنا مش عارف بصراحة إيه أسلحته للفوز. وبعدين النهارده في المؤتمر الصحفي بيقول احنا شغالين على ايه يا كابتن ميدو؟ انت بقالك 6 مباريات جايب 3 بونت، 3 نقاط و3 اهداف. يعني لو مشيت بمعدل ضعف ده الفرقه هتنزل برضه. وجماهير الاسماعيلي، هتافات جماهير الاسماعيلي، الارض لو هتزلزل الاسماعيلي مش هينزل. هي مش عافيه يا جماعه، احنا كلنا زعلانين على النادي الاسماعيلي، بس هي مش عافيه. كوره مش عايزين الاسماعيلي ينزل. لعيبه الاسماعيلي بقى، جهاز الاسماعيلي، اداره الاسماعيلي، ما حدش من مصلحته ان الاسماعيلي ينزل. كلنا نتمنى ان الاسماعيلي يقعد في الدوري ويخرج من الكبوه اللي هو فيها. ثم فاركو وانبي فضلوا متعادلين لحد، كانت مباراه سجال لحد الدقيقه 95 لما انبي جاله ضربه جزاء وعلي فوزي دخل احرز الهدف الاول عشان يخطفوا 3 بونت. وزي ما قلنا الخبرات بتفرق. كابتن طلعت يوسف انبي معاه في امان وخطف ال3 نقاط من فاركو. ثم المباراة الرابعة كان الاتحاد وحرس الحدود، والاتحاد حاطط حرس الحدود يا جماعة في نص ملعبه يمكن طول ال90 دقيقة ومش عارف يحرز هدف. خد الشوط الأول مش عارف يحرز هدف، ثم الشوط الثاني برضه ضغط ضغط ضغط، الحرس بيروح على استحياء. بس حتى الدقيقة برضه 80 ضربة جزاء حسبها عن طريق الفار الحكم واحرزها محمود علاء عشان يخطفوا ال3 بونت. والاتحاد ماشي كويس زي ما قلنا، ماشي كويس، بس عنده مشاكل في المباريات الكبيره. ثم طلائع الجيش وسيراميكا مباراه قويه جدا. آه وطلعوا حبايب، مفيش حد قدر يحسم المباراه. فرقتين كويسين، فرقتين عملوا مجهود عالي، ضغط في كل حته واشتغلوا كويس، بس محدش قدر يخطف ال3 نقاط. وعندنا بكره ان شاء الله ال4 مباريات الباقيين من الاسبوع ال15. والدوري زي ما قلنا الدوري عمال يزداد جمال كل مباراة عن اللي قبلها. بس الاسماعيلي لازم، على فكرة يا جماعة انا بقالي خمس حلقات بقول الاسماعيلي لازم يفوق، الاسماعيلي لازم يفوق. عنده الداخلية المباراة اللي جاية على ملعبه. لازم جماهيره تسانده. 3 بونت برضو يفرقوا معاه، يبقى 12 بونت ويفكر في المباراة اللي بعدها. يعني على الاقل النادي الاسماعيلي لو خد ال6 بونت الجايين دول هيحطوه في مكانه كويسه. ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. بكره 4 مباريات قويه جدا. اهلي هيلعب، وزمالك هيلعب، وبيراميدز هيلعب، وفيوتشر هيلعب. نتابعهم ان شاء الله ونتكلم عليهم.